ازيكم؟ ما تيجي نعمل النهارده البانيه من غير القشره بتاعته ما تقع ويطلع مقرمش لاخر واحده وعمره ما هيطرى معاكي. يلا نقول بسم الله. وطبعا ده بقى ايه البانيه اللي على اصوله بالتتبيله الاصليه. انا عندي ده كيلو من البانيه، بس الراجل هو اللي مقطعهولي. طبعا هو مقطع لي حته خفيفه وحته تخينه، وده كده ايه ممكن الحته الخفيفه دي تنشف في الزيت، فانا هبتدي ان انا افتح التخينه دي وابتدي افتحها مش هوصل السكينه للاخر. طيب انت لو خايفه على دي اهي، بصوا انا ما فتحتش للاخر عشان يبقى ايه الاتنين زي بعضيهم بس. طيب لو خايفة على ايديكي بقى، ممكن في الحركة على البلانش عندك او على الرخامة كده، بس تخين جدا وانا مش عايزاه كده بصراحة، يعني عشان كمان يستوي معايا بسرعة اهو. هحط ايدي واضغط كده وبالسكينة من النص، وما تخافيش على ايديكي مش هيحصل لها اي حاجة، وابتدي ان انت تفتحي بس ما توصليش السكينة للاخر اهي. فتحتها، بس انا هعملهم كلهم كده. طبعا هغسلهم غسلة كويسة قوي، وهحطهم في مصفى لحد ما يصفي المية بتاعته. مش عايزة ولا نقطة مية تكون فيه، لازم يتصفى كويس يا بنات. عندي بقى التتبيله بتاعته هنعمل ايه. عندي حبايتين من البصل وسط او حبايه كبيره، عندي حبايتين بيض، عندي كمان كوبايه من الزبادي صغيره، عندي كمان كوبايه الا ربع من الدقيق، وهبهر بالملح والفلفل الاسود بس. انا مش عايزه اي توابل تاني، بجد هيبقى طعمه احلى. يعني انت لو عايزه تزودي توابل زودي. هضربهم في الخلاط بقى لغايه ما ينعموا خالص. انا عايزه القوام ده، شايفين هو ده بالظبط اللي انا عايزاه. بعد البانيه بتاعي ما اتصفى من الميه عيدها تاني، لازم بيتصفى كويس قوي عشان التتبيله دي تثبت عليه. هبتدي ان انا اصفي من الميه واتبل بقى ايه البانيه واحده واحده كده، وهحطه في التلاجة لمده ساعه ساعتين. ممكن تبيتيه براحتك خالص، ممكن تفرزيه زي ما هو كمان كده، حطيه في الفريزر وطلعيه على قد الشغل. عندي هنا ده بقسماط ناعم، وهاخد بالتتبيله زي ما هو، مش هشيل من التتبيله. وابتدي ان انا اضغط وانفض وانا اضغط، هنفض وهضغط. بصوا انا بضغط جامد، ولو لقيتي حته مثلا لسه تخينه كده اضغطي عليها جامد بايديكي، بططيها خالص. هو ده اللي مش هيخلي الكراست بتاعه ان هو ينزل. بصي اضغطي جامد متخافيش، بس ونفضي. بس اوعي ترصيهم فوق بعض، ما تسيبهمش ما يعرقوا. يعني انت خلصي حطي، يكون الزيت عندك سخن انزلي على طول. اللي تعمليها ما تركنيهاش، ما تسيبوش لما يعرق عندك، اشتغلي فيه على طول. وبتيجي بقى عندك الزيت مغلي على درجه حراره متوسطه عشان ما يتحرقش منك، وما تحطيهمش فوق بعضيهم، ده برضو بيخليه ان هو يطرى ويفك من بعضه. وابتدي اللي انت قلبي على طول، افضلي قلبي فيه لغايه ما ياخد اللون اللي انت عايزاه اهوت. بس لونه حلو قوي، بس كده كفايه. هبتدي ان انا اصفي، هحط على شبكه عندي، وبرده مش هرصه على بعضيه وهو سخن ابدا عشان برده ما يطراش. والزيت بتاعك لو اتبهدل افضل عادي يعني بمصفى من عندك. وابتدي اللي انت ايه آه نضفي الزيت بتاعك. بصوا سامعين الصوت؟ اوعي ترصيه على بعض وهو سخن ابدا، مقرمش لاخر واحده. ما ترصوش على بعض وهو سخن، وحطيه على شبكه زي ما قلت لك. يا رب